ازيكم عاملين ايه؟ النهارده عايز اتكلم كده معاكم في موضوع كدب في ابهى صوره، يعني الكوميديا السوداء بمعنى اصح. الواحد اللي هو مننا يعني ايه ممكن مثلا يحاول يخلع بالشياكه بصنعه لطافه، الحاجات اللي زي دي. لا في ناس كده ما بتعرفش مهما عملت مهما سوت ما بتعرفش تخلع بالشياكه، لان يعني الواحد مننا خلاص اتعرض لمواقف كتير وعاشرنا ناس كتير ومواقف كتير. مثلا يعني في موقف من المواقف، يعني مثلا انت لما تكلم واحد صاحبك مثلا مظبطين ميعاد وكل حاجه تمام وهتتقابلوا في مكان معين وبتلاقيه بيحاول يخلع بقى بالطريقه كده اللي هو ازاي بقى مش عارف، يعني اللي هو انا يا سيدي مثلا انا في مصر الجديده وانت في رمسيس عايز تنزل، يعني المفروض ان احنا نتقابل في كافيه مثلا في مصر الجديده، بقى يحصل بقى شويه حاجات كده. كيمياء البني ادم ده بقى يعني اللي هو يحاول يخلع بس مش عارف يخلع، اللي هو مثلا خالي عايز يموت بس ما بيقولش يعني طبعا خالي عايز يموت ولا الكلام ده، لا بس فكره ان هو يعني ايه يخرج من الموقف بطريقه اصلا قديمه كلاسيكيه كده قديمه خلاص اتحفظت في مسلسلات وافلام واتهرست خلاص، يعني بس بالنسبه له بتبقى جديده، يقول لك مش الناس عملتها ورمضتها راحت ومش عارف ايه والكلام ده. لا ده بقى عايش بقى في الجو المية البطيخ، يعني مثلا تيجي تكلمه والله حصل ظرف رجعت على مش عارف فين وعشان اجيب ايه ونسيت مش عارف ايه فين وعايز اروح هعمل اسوي كذا واعمل كذا وبتاع الحاجات دي بقى انت فاهم بقى المواقف دي، يعني تبقى مثلا نازل في مصر الجديدة يحصل ظرف يقول لك انا مش عارف اجي، ما علينا. المهم ان هو بيبقى مظبط ميعاد تاني، ميعاد احتياطي كده. تلاقيه مثلا مش في مصر الجديدة، لا في التجمع، يا سيدي خلينا في التجمع. تلاقيه كده مثلا قاعد في التجمع مع ناس تانية وهو طبعا خلاص كلك بكلمتين. المهم لما شخصنا ده خلاص راح التجمع وانا في مصر الجديدة، تلاقيه مثلا حد تاني مثلا يتصل بيه يقول له انت فين؟ يقول له انا في رمسيس بس بخلص كده شوية حاجات وجاي. طيب رمسيس التجمع الخامس ماشي بيخلص حاجات. طيب شوية واحد تالت اتصل بيه يا سيدي، واحد راجل ليه شعبية كتير كبيرة، ودخل بقى واحد تالت كده بيكلمه بيقول له انت فين؟ والله انا في العباسية بخلص شوية اجراءات كده مع محامي وبتاع ومش عارف ايه اي كلام يعني، بس وهطلع وخلص هكلمك. تجمع رمسيس عباسية ماشي، والله العظيم انا بنسى يعني. ماشي نكمل. الشخص ده الشلة ناحت عليها مثلا وحبوا يتقابلوا مرة واحدة، انت فين؟ انا في شبرا مثلا، عاملين قاعدة كده حلوة يا عم في شبرا كده وقهوة وقاعدة صعاب من الاخر. ماشي يا عم والله يعني هشوف كده واخلص واجي لك، انا بس في الكوربة. والله العظيم يا جماعة بيحصل والله نفس الكلام ده بالظبط بالظبط. انا في الكوربة بس يعني بخلص كده حاجات كده بس في شقة ولا في شغل وبتاع والكلام ده. قشطة يا سيدي هخلص واجيلك على طول. إيه ده يا عم دول الناس وحشني وبتاع وحشني قوي وعايز اقابلهم وما تمشوش وهبقى اكلمك. تجمع رمسيس عباسية كوربة، في ايه تاني؟ ماشي ما علينا، نكمل. لا ده في ناس كتير، ده في ناس بيعملوا اكتر من كده يا جدع والله العظيم. تكلموا واحد بقى مثلا ممكن ابوه ولا امه مثلا يكلموه انت فين؟ خلاص انا داخل على البيت اهو. إيه والله العظيم يا جماعه أنا مش مظبط خالص الموضوع السكريبت ولا اي كان، بس هو فعلا مواقف حقيقي بتحصل، سواء بتحصل معاك او ما اعرفش هي ممكن تكون حصلت لي ولا لا، بس انا يعني من واقع تجربتي ومعاشرتي الناس زي كده بنشوف حاجات زي كده كتير حتى لو ما وصليش الحقيقه. في الاخر يعني فعلا حرفيا في ناس كده، يعني ربنا يهديهم ويعافينا منهم كده يا رب والله، وما نحاولش نوصل زيهم. يعني الفكرة بقى في كل الحاجات اللي بتحصل دي مش هتصيح عليا، اصلا مش هتصيح عليا ليه؟ لان انا شفت حاجات اسخن منك ومواقف اسخن منك، فما تحاولش انك انت تعمل فيها الحريف الكذاب بقى اللي هو الواد الصادق اللي هو يعني ملوش حل. دي رسالة يعني عموما لأي حد بيقابل. حاولوا تمسكوا لسانكم او يعني بمعنى صح ما تكذبوش، يعني الواحد لما بيكذب بيرجع عن الكذب ده، بيحاول يصلح من الكذب، يقول انا كذبت انا اعترفت انا كذاب بس معلش حصل كذا 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 وكنت مع ناس كذا وما قدرتش اتكلم واعمل وبتاع والكلام ده. حسن النية يعني احنا برضو كاشخاص بنتعرض للناس دي بنلتمس لهم حسن النية،
رسالة بقى للناس اللي بتسمع الكلام ده، حاول تتجنب الشخص ده خالص، او بمعنى اصح لو قدرت توجهه ويجي منه ماشي، لو ما عرفتش، لو ما تجاش منه خلاص هي كبر دماغك وهو يعيش بقى مع نفسه في ميه البطيخ دي. تقريبا ممكن نختم الفيديو ده ب10 مناطق مثلا او حاجه ولا لا، بس لا بجد عشان ما اطولش عليكم، هو يمكن تقريبا اللي بيحصل مع الناس عموما اللي هو الكذب في ابهى صوره، يعني هو بيكذب بس مش كذبه واحده، لا، كده كدب 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 كده بينزل كده طبق كدب كده بالصلاة. ربنا يعني يهديهم ويصلحوا، واتمنى ان الناس دي لو بيشوفوا الفيديو ده بجد هم يصلحوا من نفسهم واللي هو مش كده تحاول تشير الفيديو بس ده للناس اللي هي ممكن تبقى كده يعني بس يعني، او يعملوا لهم منشن حتى يعني. اتمنى ما اكونش طولت عليكم ونشوفكم في فيديو تاني.